فيندن هي المفروض قرية ألمانية عايش فيها شوية ناس ظراف لطاف. ده ميكيل أحد أبطال المسلسل. بعد 33 سنة اسمه بقى ميشيل. ميشيل يبقى أبو يونس، يونس يبقى صاحب ماجنس، ماجنس بقى يبقى أخو ميكيل الكبير اللي هو ميشيل، وفي نفس الوقت يبقى صاحب ابن يونس. ميشيل هيتجوز هنا، وهنا هتخونه مع أورليش. أورليش ده اللي هو أبو ميكيل اللي هو هيكبر يبقى ميشيل جوز هنا، يعني حاجة استغفر الله العظيم. هنا وهي صغيرة قفشت أورليش وهو بيحب كاثارينا اللي هي هتبقى مراته بعد كده ويخلف منها ميكيل. فقامت هنا قررت إنها تفكها من أورليش وتصاحب ابنه ميكيل اللي ما كانش اتولد وقتها أساسا. يونس ابن ميشيل بيحب مارثا، مارثا تبقى اخت ميكيل اللي هو ميشيل اللي هو ابو يونس، يعني بيحب عمته. مش عارف نتفليكس عايزه مننا ايه. وكمان مارثا تبقى اخت ماجنس صاحب يونس اللي في نفس سنه وفي نفس الوقت يبقى اخو ابوه الكبير. ماجنس بيعجب ببنت اسمها فرانسيسكا، فرانسيسكا تبقى بنت شيرلوت المحققه في الاسم، وتبقى اخت اليزابيث البنت المسكينه اللي لا بتعرف تسمع ولا تتكلم. اليزابيث ما شاء الله عليها بتكبر وتتجوز نوح، وبيخلفوا بنت زي القمر اسمها شيرلوت، بتكبر وتشتغل محققه في الاسم وتخلف بنتين، فرانسيسكا واليزابيث البنت المسكينه اللي لا بتعرف تتكلم ولا بتسمع، اللي بتتجوز نوح وتخلف بنت زي القمر اسمها شيرلوت وبتكبر وتشتغل محققه في الاسم. شيرلوت هو لمزيه هبم. فبكده فرانسيسكا تبقى اخت اليزابيث وحفيدتها واخت جدتها في نفس الوقت، وشيرلوت تبقى بنت اليزابيث وامها، ونوح يبقى جدها وجوزها في نفس الوقت. نتفليكس بنت بيتر دوبلر يبقى جوز شيرلوت وجدها وابو اليزابيث وجوز بنتها. ابوه يبقى هيلجي دوبلر اللي زمان وهو عنده 7 سنين اتقتل ومات. والله. واللي قتله يبقى اورليش نيلسون اللي ما كانش اتولد وقتها اساسا. مارثا كانت مرتبطة لفترة ببارتوش، بارتوش يبقى حفيد كلوديا تيدمان. كلوديا اتولدت سنة 1942 وماتت سنة 1954 عن عمر بيناهز 78 سنة. مالك مستغرب ليه؟ كلوديا عرفت تاريخ وفاة والدها اللي هيموت مقتول، فراحت يومها عشان تنقذه قامت قتلاه عشان ما يموتش. الكلام ده حصل سنة 87، يعني بعد ما كلوديا نفسها ماتت ب 33 سنة. وبالمناسبة اللي واقف جنب جثة كلوديا ده يبقى ابوها اللي المفروض ان هي قتلته قبل ما تموت. في أول حلقة في المسلسل ميكيل اللي هو ميشيل اللي هو أبو يونس بينتحر من غير ما نعرف ليه. في الجزء الثاني بنعرف إن يونس كان عارف تاريخ وفاة باباه فقام رايح له عشان ينقذه، فبيلاقي أبوه ما يعرفش حاجة عن موضوع الانتحار ده، فيقوم يونس يقنع ميشيل إنه ينتحر عشان ينقذه. حد فاهم حاجة؟ ده جريتشن، كلب ما اعرفش نوعه ايه عشان بخاف منهم الصراحة. تاه من كلوديا وهي صغيرة وبعد 33 سنة لقيته زي ما هو كأنه طالع من الثلاجة. قامت كلوديا وهي عندها 78 سنة راحت لنفسها وهي عندها 45 سنة وقالت لها عايزة الكلب بتاعي ماليش فيه. لا بليز لا بليز. كي أورليش وهو صغير كان بتاع مشاكل، عشان كده دايما كان ايجون تيدمان مأمور الاسم اللي هو ابو كلوديا بيقفش عليه. ففي نص السيزون 1 ايجون وهو كبير في السن قبض على أورليش وهو صغير في السن بعد ما ميكيل ابن أورليش راح يدور على ابوه. اما في اخر سيزون 1 فبرضه ايجون قبض على أورليش تاني، هفق قوي، بس المره دي كان ايجون لسه صغير في السن وأورليش هو اللي كبير، وكان ساعتها هو اللي بيدور على ابنه. وقبل ما أورليش يتسجن قابل واحده كده بطل ومعاها عيل صغير، اكتشف ان الصاروخ ده يبقى جدته والواد الصغير ده يبقى ابوه اللي طلع بيحب كلوديا من وهم عيال صغيرين، وبيكبر ما شاء الله وبيخون مراته معاها كأي راجل صايم بيته. امه بقى اللي هي جدة أورليش دخل في استغفر الله العظيم علاقه مع ام كلوديا اللي هي تبقى مرات ايجون تيدمان اللي كل شويه يقبض على أورليش. تقريبا حوار مراته ده عمل له عقده. جدة أورليش البطل بالمناسبه تبقى اخت نوح اللي هو اتجوز اليزابيث البنت المسكينه اللي لا بتسمع ولا بتتكلم، فبكده شيرلوت تبقى بنت عم ابو أورليش. هيلجي دوبلر بعد ما اتقتل ب 66 سنة حس انه عمل حاجات كتير غلط في حياته، ورغم انه كونه محور احداث المسلسل الا ان محدش فاهم دوره الا المؤلف تقريبا، فحب ينصح نفسه فراح قابل نفسه وهو عنده 40 سنة اللي هو يا ابني انا زي ابوك بطل تعمل اللي انت بتعمله عشان المشاهدين تعبوا ومش فاهمين حاجة. بس للاسف المؤلف مصر يحسسنا بالغباء. نوح برضه يبقى محور احداث المسلسل ومحدش فاهم هو بيعمل ايه تقريبا ولا حتى المؤلف، لكن المفروض انه متسيطر عليه من ادم ده بقى يبقى عدو يونس وبيفضلوا يعاركوا بعض في المسلسل، ونوح متسلط على يونس من ادم. ايه بقى بوم يونس بيطلع هو ادم وادم بيطلع هو يونس. أورليش بعد 34 سنه بيدور فيهم على ابنه لقى اخيرا الحمد لله بعد ما كبر ما شاء الله عليه وبقى عنده 12 سنه الله اكبر. بس للاسف ايجون تيدمان الله يرحمه مصر يدمر له كل احلامه. ده المؤلف مبرشم حسبي الله ونعم الوكيل فيه، وده انا اعملوا لي فولو. سلام.